السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند محترف العصافير. كنتمنى تكونوا مزيان وتكونوا في صحة جيدة نتوما والطويرات ديالكم والاهل ديالكم. بالنسبة للطائر اللي غنتكلموا عليه اليوم غنتكلموا على الدون فالو، وكما تكلمنا على البرونز فالو والبال فالو اليوم غنتكلموا على الدون فالو. والدون فالو راه مغير على دوك الطيور اللي ذكرناها، وهذا كتكون الاثمنه ديالو طالعه عليهم، يعني التثمنه ديالو كتكون اثمنه شويه طالعه. وبالنسبه للاخوان كيبغيو الدون فالو انه كيبغيو يركبوا على بعض الطيور كالباربلو اوبالين، كيبغيو يركبوا كالبيرسوناتا، كيبغيو يركبوا على يعني عده طيور. حيت علاش الطائر هذا كيكون مخالف على الطيور كامله؟ حيت يعني هذاك اللون ديالو وعامل ديال التخفيف ديالو ما كيأثرش على بعض الطفرات اخرى اللي كندخلوهم عليها. مثلا اللي كندخلوا على شي طفره مثلا ديال الاوبالين او باربلو اوبالين، ملي كندخلوهم ما كياخدش واحد العامل اللي هو خفيف في الطائر. يعني الطائر كيبقى عندنا يعني كيبان الملاحظه ديالو كهذيك الطفره اللي هي مسمينها، ولكن العين هي اللي كتحول لهذاك الطائر. مثلا نقدروا ندخلوا على الاوبالين، كيبقى لنا الاوبالين باللون ديالو الطبيعي، هو عنده واحد التخفيف اللي هو قليل ما واضحش وبين. العين ديال الدون فالو هي اللي كتركب في الاوبالين وكتعطي الطائر واحد الميزايه زوينه، اللي يعني كتعطي واحد الشكل اللي هو زوين. وهذا راه كما قلنا راه كيدخلوه على البلاك حتى هو كيدخلوا عليه الدون فالو، كيدخلوه على البيرسوناتا يعني بانواعها بتركيباتها كيدخلوا عليها. يعني اي تركيبه كيكملها المربي وكيوصلها وكياخذ الجوده ديال الطائر، كيحتاج هذا الطائر هذا انه يدخلوه على الطفرات اللي عنده باش تحسن. وقد ما دخل عليه شي طفره، يعني قد ما دخل على شي تركيبه كاع، يعني تركيبه تكون مركبه مصوبه كيدخل عليها الثمن ديالو كيتزاد الخيال العلمي كاع. يعني الثمن ديالو بزاف. يعني ملي كندخلو على بعض الطفرات اللي التركيبات اللي هي يعني تركيبات اللي هي مكموله كيغلي لنا الثمن. يعني كتولي حنا هادشي ديال الفيشر قد ما زدتي واحد التركيبه في طائر ديال الفيشر ودخلتيها قد ما الطائر كيغلى. مثلا البار بلو عنده ثمن، ولا دخلتي الاوبالين ولا البار بلو اوبالين كاين الثمن ديال البار بلو والثمن ديال الاوبالين، يعني مجموعين في طائر واحد. زدتي الايوين كيولوا عندك ثلاثه طفرات، يعني كل وحده والثمن ديالها في هذاك الطائر. يعني هذا الشيء كيمشي طائر الفيشر بالتركيبات بحال هكا، وقد ما دخلتي واحد التركيبه زدتيها تيغلى. يعني خدمتي على واحد الطير وحسنتي الصفه ديالو، مثلا خدمتي على البلاك تولي عندك البلاك الاسود وعاود دخلتي عليه هاد الدون فالو، يعني كتولي الاثمنه طالعه. يعني قد ما خدمتي على الطائر وقد ما حسنتي من التركيبات ديالو وجدتي الدون فالو دخلتيه قد ما الاثمنه كتكون طالعه. وهذا هو السر ديال البيع والشراء ديال الفيشر. يعني التركيبات الثمن ديال اللي كيكون طالع على حساب الجوده ديال الطائر وعلى حساب شحال من تركيبه دخلت. وكان نهضروا على هاد الدون فالو. بالنسبه للدون فالو هو العامل ديال التخفيف ديالو عنده واحد عامل تخفيف اللي هو خاص به، اللي ما كيأثرش لينا على بعض الطيور ديال الفيشر اللي دخلناها. كيبقى الطائر ديال الفيشر تيبان باللون ديالو الطبيعي، هو واحد الملاحظه واحد شويه اللي كيبان عنده واحد التاثير اللي هو خفيف. والعين ديالو كما قلنا هي اللي كتحول للطائر اللي كنركبوا عليه. والعين ديالو كتكون بنيه يعني غامقه، وكاين اللي كيسميها بالكبديه. يعني العين ديالو كتختلف على العيون اللي هضرناها ديال الطيور كامله العين حمراء. يعني اي طائر كيقول تبان لك عين حمراء عرفيه راه ماشي الدون فالو. يعني الدون فالو عنده عين خاصه به كنقولها عين كبديه او بنيه غامقه. وبالنسبه للطائر هو راه متنحي، وفيما قلنا المتنحي خاصنا نسختين، نسخه من الاب ونسخه من الام باش يكون عندنا. وبالنسبه في الدوبل فاكتور والسنجل فاكتور، يعني بنسخه واحده او بنسختين. والدوم ديما الدوبل تيكون عنده واحد الجماليه اللي هي اكثر، وهذه هي اللي كيبغوا يدخلوها المربيين يعني على الطيور الاخرى. والالوان الاساسيه اللي كان جا بها الدون فالو هو الاخضر الفاتح، الاصفر اللي كان واحد شويه كيكون في البطن وفي الظهر يعني كيبان خفيف، وعندك الازرق الشاحب. الازرق الشاحب تيكون جديل ديالو. وعاد باش العين اللي هي كبديه، يعني العين ديالو
عنده واحد الفرق ما بينها وهي العيون الحمراء ديال الطيور ديال الفيشر، كتكون عنده واحد العين اللي هي خاصة به. وبان في ألمانيا، أول ظهور ليه بان في ألمانيا، بان في 1950. والمربي اللي كان خدم عليه، يعني المربي اللي كان طور منه هو سميتو إيريك كريك، هو اللي كان خدم عليه. وبالنسبه للطائر عنده واحد الجماليه اللي هي خاصه به، والاثمنه ديالو هي اللي كتكون غاليه، يعني الريد فاكتور والدون فالو هما اثمنه كتكون قريبه لبعضياتها. ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلموا على الريد فاكتور، حيت بعض الاخوان تما قالوا لي دير لنا الريد فاكتور هضرنا عليه، ان شاء الله نهضروا عليه. والريد فاكتور هو طائر هو الاثمنه ديالو كتكون طالعه. وهادو كاع اللي ذكرناهم، عندك البرونز فالو والدون فالو والبال فالو، وعندك الريد فاكتور والدايلوت. هادو قائمة ديال الأثمنة غالية في الفيشة. يعني هادو الخصوصية ديال هاد الطائر هذا، كندخلو على شي طفرة تيخلي لنا الطفرة كما هي، كيبان واحد العامل ديال التخفيف اللي هو قليل في هذيك الطفرة كيبينو لينا، ولكن العين ديالو هي اللي كتحول لديك الطفرة وكتبقى ثابتة، اللي كتعطي للطير اللي كنركبو عليه واحد الجمالية اللي هي خاصة بالطائر. وكان هذا هو الفيديو ديالنا اللي بغيت نوصلو للاخوان. وما تنساوش تابوناو عند خوكم وديروا ديما جيم، عاونونا بهذاك الجيم ديالكم. ولا كان شي كومونتير يعني اخوان راه انا تحت الامر. وفيما كان ان شاء الله شي جديد ان شاء الله غنشاركو معكم. وحنا ديما كنقول انا راه بغينا الفيشر انه في المغرب عندنا يزيد لقدام شويه، والناس ما تبقاش تخدم العشوائيه، والانسان يحب الطيور ديالو اللي باغي يخدمها. يعني الا شريتي واحد الكاليتي راه غتخدم عليها وتطور منها. والانسان بلا ما يبقى يخدم هذيك العشوائيه ديال كيقلب على الذكر وعلى الانثى ديال الفيشر وما تيعرفش العوامل ديالهم اللي كيكثر من الفراخ من لا شيء، يعني ما غتصلحش للتركيبات. حيت الطيور اللي كتصلح التركيبات هذه اللي كنذكرها، يعني كامل هذه اللي كنذكرها فيها المتنحي والمرتبط بالجنس والسائد. والانسان بغينا حتى هو يعرف كيفاش يركب ويمشي في الطريق الصحيح. وتحياتي لكم، وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله مع الريد فاكتور ونعطيكم يعني الطائر تا هو الشكل ديالو كي داير. تحياتي.